مبروك للزمالك الدوري ال15 بعد غياب 3 سنين. في ال3 سنين كان الدوري في الجزيرة. الآن الدوري بشكله الجديد ولأول مرة بشكله الجديد للزمالك، ويصبح في 100 عقبة بعد يوم طويل وأحداث طويلة وتمرجح في المراكز بين التاني والتالت. ملناش دعوة بالزمالك. مبروك للزمالك. بين التاني والتالت الأهلي وبيراميدز. ومن هنا أحب أقول لك إن الأهلي كده كده هيشارك نسبة 75%، هيشارك في دوري أبطال أفريقيا مش الكونفدرالية. ما علينا نتكلم عليها في فيديو تاني، بس نتكلم حاليا عن الدوري اللي الزمالك كسبه. كمجمل الدوري الزمالك أحسن الوحشين، فهو يستاهل الدوري. ما تقنعنيش بحوار إيقاف القيد، ملهاش علاقة. لأن الزمالك في بداية الصيف اللي فات كان هو أكتر واحد صارف. القيمة إيه؟ الزمالك 7.2 مليون يورو. كانش لسه حوارات إيقاف القيد ظهرت. فإيه جملة نادي المليار؟ ما أنت نادي مليار. إيقاف القيد جه عشان أنت ما بتدفعش اللي عليك، ملناش دعوة. أنا بتكلم أنت صرفت كام في الصيف؟ صايف 7.2 مليون. فنقطة نادي المليار مش هنتكلم عليها. إن إحنا زي ما إحنا صرفنا زي ما أنتوا صرفتوا، وأنتوا خدتوا بطولة والأهلي أخد بطولة وبيراميدز أخد بطولة، سواء السوبر سواء الكاس سواء الدوري. انت خدت الدوري بمساحه الكاس، الاهلي خد السوبر اتوزعت. وترجع وتقول لي ان السوبر ده ماتش ايه؟ ماتشين فواصل. اتفق معاك. نرجع لموضوعنا. الزمالك بطل للدوري ال 15 في تاريخه. الف مليون مبروك لجماهير الزمالك، يستحقوا ويفرحوا بعد خساره الكونفدراليه من كام يوم. اقول ان مش اللعيبه اللي جابت البطوله نهائي، الجماهير هي اللي جابت البطوله. لايك وفولو وشير، متنساش تصلي على النبي. سلام.